في 11 فبراير 2021 وبعد فوز النادي الأهلي على فريق بالميراس كأس العالم للأندية، طلع بيتسو موسوماني وقال احنا هنرجع السنة الجاية كأس العالم للأندية وإن احنا بنسعى للتطوير. رجع تاني بيتسو موسوماني في 12 فبراير 2022 وبعد فوز النادي الأهلي العريض على الهلال السعودي عشان يقول سنعود معا لكأس العالم مرة أخرى العام المقبل. لكن بيتسو موسوماني ما قدرش ان هو يفوز بدوري ابطال افريقيا للمره الثالثه على التوالي مع النادي الاهلي، وفي النهايه رحل عن النادي الاهلي عشان نجيب مدرب ونمشي مدرب، وبعد كل ده نتفاجئ ان النادي الاهلي هيشارك في كاس العالم للانديه 2023. طب ايه سر مشاركه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه 2023؟ تعال اما اشرحها لك بطريقه بسيطه، بس ما تنساش لايك وسبسكرايب عشان نكمل. يلا بينا. النهارده كان في خبر مفاجئ لناس كتير، خبر فرح ناس كتير وزعل ناس كتير قوي برضك، ان الاهلي جاله فاكس رسمي من الفيفا بيدعوه للمشاركه في كاس العالم للانديه المقامه بالمغرب في الفتره من 1 ل 11 فبراير 2023. طب ايه السر اللي يخلي النادي الاهلي يشارك رغم ان هو ما فاز بدوري ابطال افريقيا 2022؟ بالعكس، ده في كمان الهلال السعودي اللي البطوله لسه ما خلصتش كمان مشارك معاه في كاس العالم للانديه. تعالوا اشرح لكم الموضوع ببساطه. في الاول خلينا نتعرف على الانديه المشاركه في كاس العالم للانديه 2023. اول فريق ريال مدريد بطل دوري ابطال اوروبا. تاني فريق فلامينجو البرازيلي بطل امريكا الجنوبيه. تالت فريق الوداد المغربي بطل افريقيا. رابع فريق اوكلاند سيتي بطل اوكيانوس. خامس فريق سياتل ساوندرز بطل امريكا الشماليه. وسادس فريق الهلال السعودي. وسابع فريق طبعا الاهلي المصري. خلينا نبتدي بالهلال السعودي وليه هو هيشارك في كاس العالم للانديه 2023 وهو بطل اسيا لنسخه 2021. سبب مشاركه الهلال السعودي في نسخه كاس العالم للانديه اللي جايه ان لحد دلوقتي بطوله كاس اسيا لحد دلوقتي ما خلصتش، لا ده زيد بقى كمان ان النهائي هيتلعب في شهر 4، يعني بعد كاس العالم للانديه بحوالي شهرين ونص او 3 شهور. عشان كده ما كانش فيه حل قدام الاتحاد الدولي غير ان هو يعلن ان ممثل قاره اسيا هيكون الهلال السعودي بطل نسخه كاس اسيا ل 2021. خلصنا من الهلال السعودي، نيجي بقى عند المفاجاه الكبيره، مشاركه النادي الاهلي لكاس العالم للانديه 2023. كلنا عارفين ان اللي بيشارك في كاس العالم بيكون بطل افريقيا اللي هو الوداد المغربي اللي فاز على النادي الاهلي في النهائي 2-0. طب البطولة دي في حاجة جديدة أول مرة تحصل، إيه هي؟ البطولة كل سنة كانت بتتلعب في دولة، وكانت الدولة المستضيفة دايما بيشارك من عندها بطل الدوري. السنة دي البطولة بتتلعب في المغرب، وبطل الدوري المغربي السنة اللي فاتت كان الوداد المغربي برضه. وبالتالي كده كده كان الوداد المغربي هيشارك لأنه هو بطل الدوري المغربي، حتى لو ما كانش فاز بدوري أبطال أفريقيا على النادي الأهلي. فكده مقعد الدولة المستضيفة راح لفريق الوداد المغربي. هنيجي عند المكان بتاع بطل افريقيا. بطل افريقيا كان فريق الوداد، والوداد خلاص مشارك لان هو بطل الدولة المستضيفة، فالمقعد بتاع افريقيا هيروح لوصيف دوري ابطال افريقيا اللي هو النادي الاهلي. طب هتيجي ناس تسأل وتقول لك طب هم ليه ما خدوش بطل الكونفدرالية؟ خليني اقول لك حاجة، بطولة الكونفدرالية زيها زي بطولة الويفا في دوري ابطال اوروبا. انا ما ينفعش اخد بطل الكونفدراليه او بطل الويفا اشاركهم في كاس العالم للانديه، واصلا البطولتين دول اللي بيترشح لهم الفرق اللي بتخرج من دوري المجموعات في دوري ابطال افريقيا ودوري ابطال اوروبا، يعني المستويات الاقل من الفرق اللي مكمله لدوري ابطال افريقيا ودوري ابطال اوروبا. فمش طبيعي ان انا اخد مستويات اقل عشان تشارك في كاس العالم للانديه. بعد كده بعد ما هيتغير النظام بتاع كاس العالم للانديه وهيشارك 24 او 25 فريق، هناخد من هنا وهناخد من هنا، بس ساعتها هيكون عندك مقاعد كتير وهيبقى نظام مجموعات والنظام كله بتاع البطوله هيتغير. لكن مش طبيعي ان انا في فرق اقل في المستوى وخرجت من دور المجموعات اخليها حتى لو خدت البطوله ان هي تخش في كاس العالم للانديه. ده مش عقل. طبعا انا خبر مشاركه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه ده فرحني جدا. اول حاجه ان انا هرجع اتفرج على النادي الاهلي في كاس العالم للانديه وهو بيقابل فرق دوليه. تاني حاجه ان دي هتكون المشاركه الثامنه للنادي الاهلي والثالثه على التوالي، وان هو بيحقق رقم قياسي جديد ما قدرش اي فريق ان هو يحققه قبل كده في المشاركه في كاس العالم للانديه. وخلانا افتكر ايام موسيماني لما كنا بنوصل لكاس العالم مره نكسب بالميراس ومره نكسب الهلال السعودي، وخلانا احس ان المركز الثالث بتاع كاس العالم للانديه ده حاجه عاديه، الاهلي بيروح يجيب الميداليه البرونزيه وبيرجع، وخلاني اقول احنا ممكن نحقق في يوم من الايام المركز الاول او الثاني. والله كانت ايام حلوه. ودي كانت نهايه الحلقه، اتمنى تكون عجبتكم.
ما تنساش اللايك وسبسكرايب زي ما اتفقنا، وهنتقابل في فيديوهات جديدة. سلام.